أنا بتهيألي كابن لعائلة لاجئين من يافا اتأخرت كتير بعمل فيلم عن يافا. يمكن القعدة اللي قعدناها بسبب الفيروس آخر سنتين، فهذا دخلني لنفسي أنا ودخلني جوات نفسي أنا، وما قدرتش أعمل أفلامي اللي بعملها عادة روائي ولا وثائقي. قدرت أتعايش مع حالي، فهذا السكون وهذا الفراغ دخلني بفيلمين. فيلم استعادة اللي كنت بتعامل مع التاريخ تبعنا، لأنه سقوط مدينة يافا هذا يعني سقوط فلسطين. وكان فيلم يوميات شارع جبريل بنفس الوقت عن اللي بيصير فينا اليوم وعن اللي صار فينا سابقا. فأنا طلعت بفيلمين، التنين استعادة، التنين مراجعة شخصية وفلسطينية وعربية. الخريف في يافا والبحر. أشهر سينما، بس مش أقدم واحدة، كان اسمها الشرق، سينما شعبية خالص وتعيسة خالص، لكن كنا نحضر بالعيد 3 أفلام بقرشين. عمليا الصور بهذا الفيلم أخذت معي أكثر من 6 شهور. أخذت أكثر من 10 مصادر موجودين في عناوين الفيلم، أشياء شخصية، أشياء من أشخاص، من مؤسسات، من أرشيف معين سواء في فلسطين أو بخارج فلسطين. مش هذا كان المشكلة بالنسبة لي، هذا شغل بينعمل في شيء تقني فني انشغل على الصور. لما بتحصل على صور مستواها سيء، ألوانها مختلفة، انت لعمل سينمائي بدك تعرضه على شاشة سينما، لازم ترفع جودة الصور ولازم توحد لون الصور. انا اشتغلت اكثر من شهر مع طاقم مختصين في المانيا، صورة اكثر من 500 صورة ان نأهلها من ناحية جودة انها تكون ملائمة لهذا الفيلم. وتوفقنا بسبب الخبرة تبعت التقنيين وبسبب البرامج والاختراعات الحديثة اللي عم تطلع كل الوقت، وبنتعلم طول الوقت أشياء يعني خلال الأفلام. كتير كنت بتمنى إنه طاهر القليوبي لسه عايش. كان سألته إذا بيعرف أبوه ولا بيعرف جدي أو التقى فيهم بيافا،